وصفة الحلو للحادق الاقتصادي. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايبه لكم وصفه سهله وبسيطه، هنعمل حلو وحادق في اقل من نص ساعه، وكمان غير كده، غير ان هي سهله وبسيطه كمان اقتصاديه. تعالوا نشوف المقادير بتاعتنا، وتعالوا نشوف لو انت مستعجله على اي اكله وعايزه تعملي حاجه في نص ساعه، تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه هنعمل الوصفه الحادق، هنعمل الفطير الشرقي بس من غير عجن ولا خبز ولا فرن، مش هنحتاج لاي حاجه غير المقادير بتاعتنا. تعالوا نشوفها ايه مع بعض. مبدئيا بقى بطل الوصفه بتاعتنا لفه الجلاش الجميله دي كده، هنجيبها هنشتغل بيها الحلو الحادق. معايا فلفل الوان وحبيتين طماطم، معايا بقى جبنه موتزاريلا او ميكس جبن زي ما تحبي، او جبنه رومي لو عندك، نص كوبايه زبده او سمنه، او ممكن نستخدم الزيت بدلهم. معايا كوبايه زبادي، زيتون اخضر او اسود المتاح عندك، كوبايه حليب، معلقه بيكنج باودر. يلا بقى بينا نبدا في الوصفه ونقول بسم الله. ابتدي اجيب بقى الفلفل بتاعي كده ونقطعه، نقطع الفلفل كله بنفس الطريقه دي. هجيب الطماطم اقطعها 4/4 كده، هشيل البذر بتاعها من جوه، خلي اللحم كده بس، مش عايزه بس يبقى فيها ميه علشان ما تطريش الفطيره بتاعتي. وهنبتدي برده نقطعها مكعبات. هنزل بالزيتون، الجبنه، حابه بقى تضيفي عليه بسطرمه، سجق، اي حاجه براحتك، لحمه مفرومه براحتك، بس احنا عملناه باقل المقادير يعني المتاحه عندنا، ان شاء الله تكون موجوده وسريعه. هقلب بقى كده بالشكل ده، احط رشه فلفل اسمر، انا مش محتاجه احط لها ملح لان الزيتون عندي بيبقى يعني مالح، فمش محتاجه احط لها ملح. بس كده، وهقلب كده. الخليط الحشو بتاعي جاهز معايا. تعالوا بقى نعمل خليط التوريق، ده المهم جدا عندي في الوصفه، اللي هيخلي معايا الفطيره بتاعتي مورقه وزي ما بتشتريها من بره، ومحدش هيركز ولا يفكر ان هي جلاش خالص. معايا هنا السمنه بتاعتي او الزبده زي ما اتفقنا، نص كوبايه. هاخد 4 معالق زبادي، حوالي نص كوبايه حليب. ابتدي اقلبهم بقى كويس كده مع بعض. هجيب عندي بقى الطاسه اللي انا هشتغل فيها، هدهنها بقى زبده كده كويس. هنجيب ورقتين كده من الجلاش بتاعي بالشكل ده، ناخد بقى الخليط بتاعنا اللي عملناه ندهن كده بس كده. اجيب ورقتين كمان، هاخدهم بقى العكس كده. بصوا انا خدتهم العكس، يعني خليت باقي الورقه لبره عكس الثانيه، وهنشوف هنعمل ايه في الاخر، يعني ما تقلقوش هوريكم كل الخطوات. خدنا ورقتين تاني هنعملهم كده، ونكرر نفس العمليه بتاعت الدهن دي، نفس الاتجاه العكس، وندهن برضو. انا ليه فردتها كده بالشكل ده، ما حطيتهمش طبقات فوق بعض، انا بالنسبه لي كده هيورق معايا اكتر غير لما اكتمها واخلي الطبقات كلها فوق بعض. انا مش عايزه الطبقات كلها تبقى مكتومه. نعمل واحده كده بقى في النص كده. خلصنا الطبقات كلها زي ما وريتكم. هننزل بالحشو بالشكل ده. بعد ما نزلت هخلي دول هوريكم هنعمل ايه بيهم دلوقتي. هنرفع كده الورقه دي، وهدهن برضو تاني من الخليط، لان طبعا عندي الظهر ده ما كنتش دهنيه، فانا وانا برفع هدهن برضو مسحه بسيطه كده. هجيب زي ما انتم شايفين كده الناحيه دي اهي، برضو هديها دهنه. هدهن بقى كده زي ما انتم شايفين، انا لميتها كلها. عندي بقى الورقتين دول انا كنت شايلاهم من لفه الجلاش، ابتدي بقى احطهم في الاخر، ابتدي بقى ادخلها كده من تحت عشان تديلي الشكل كده يبقى لطيف بس معايا. دهنه كده محترمه حلوه كده، يبقى جهزت معانا. تعالوا بقى نشوف هنسويها ازاي مع بعض. هنا على نار متوسطه، اهم حاجه النار ما تكونش عاليه. اهم حاجه عندي بقى اغطيه كويس جدا 10 دقايق كده، وابتدي ارفع عليه النار عشان ابص عليه من تحت، وهوريكم شكله عامل ازاي. بصوا بقى خدت معايا لون اهي من تحت كده حلو قوي. هبتدي اقلبها الناحيه الثانيه. بصوا بقى شكلها لما قلبناها، هنزلها تاني في الطاسه تاخد وش من تحت، واوريكم شكلها دلوقتي عامل ازاي. فاكرين بقى حبه الفلفل والزيتون والجبنه اللي احنا شلناهم؟ تعالوا اقول لكم هنعمل بهم ايه. هنحطهم كده على وش الفطير بقى بتاعنا بالشكل ده، نضغط بس كده كويس عشان يتمسك معايا على وش الفطير. تعالوا بقى نشوف الفطيره بتاعتنا. بصوا بقى الشكل بقى، ايه اللذاذه والجمال ده، شايفين شكلها عامل ازاي؟ فطير شرقي ده ولا مش فطير شرقي؟ تعالوا بقى هنطلعها واوريكم شكلها دلوقتي في التقديم عامل ازاي. تعالوا بقى نعمل الحلو بتاعنا. عندي هنا زبيب وجوز الهند، ممكن مكسرات او سوداني المتاح عندك مفيش مشكله، كوبايه الحليب، فانيليا، وعسل ابيض. لفه الجلاش طبعا بطل الحكايه بتاعنا النهارده، ده الاساسي. هنا عندي الحشوه بتاعتي علشان ما تقعش معايا من قلب الجلاش، هنحط معلقه العسل النحل كده، اي سيرة عندك، ونقلبهم كويس. ورقتين كده من الجلاش هنعمله بطريقه مختلفه شويه. ناخد كده حبه من الحشوه في النص، هنطبق كده بالشكل ده. نجيب بقى الخليط كده وندهن الورقه بتاعتي اللي احنا عملناه من شويه. نجيب بقى كده نقفل بالشكل ده، ندهن برده تاني. عملناها كده زي الظرف كده مربعه اهي، ممكن نعملها رول، يعني ممكن كذا شكل نعملها براحتنا. دي اول واحده معايا اهي،
شويه سكر كده بودره. كده عملنا واحده ساده برده اهي، حطينا جواها شويه سكر بودر. كمل بقيه الجلاش بتاعي واوريكم الشكل في الاخر عامل ازاي، استنونا. وهنا بعد ما خلصت الجلاش بتاعي كده بالشكل ده، تعالوا نشوف بقى هنسويه ازاي على النار مع بعض. عندي هنا طاسه على النار، حطيت فيها معلقه سمنه. هنزل بقى كده بالشكل ده كده، مجرد ما ياخد لون هقلبه واوريكم شكله دلوقتي عامل ازاي. تعالوا بقى نقلبه نشوفوا الناحيه الثانيه. الوش معايا اهو، اللون اهو، ابتدي اقلبه بالشكل ده. تعالوا بقى نعمل خليط كده للتسقيه للجلاش بتاعنا. عندي هنا كوبايه حليب تمام كده، هاخد معلقه سكر بودر كده اقلبه، معلقه واحده بس كفايه. رشه فانيليا بقى دي هتوديه في حته تانية كمان. بس كده على الجلاش كده هيطريه معايا ويديله طعم كده فوق الخيال. تعالوا بقى نرش عليه شويه سكر بودر كده. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده. عملنا معانا الفطير الحادق، عملناه من غير عجن ومن غير مقادير كتيره، وعملنا كمان معانا الفطير الحلو باقل التكاليف. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وفولو. باي باي.